زفرة الدجاج كيف بدك تتخلص منها؟ معانا هون السيد المعلمين اللي اشتغلوا باللحمة. إذا بدنا نحكي عن قصابين في ألمانيا لازم نحكي عن قصاب الشامي، راح يعرفنا بنفسه ويحكي لنا أسرار اللحمة والدجاج. الله يسعدكم جميعا، أهلا وسهلا فيك أخي أبو صالح. تسلم. في مدينة بون شرفتنا ونورتنا. معكم القصاب الشامي، العبد الفقير إلى الله تعالى، خادم الناس الأوادم والطيبين، أمثالكم وأمثال أبو صالح. تسلم. أنا القصاب الشامي من مدينة دمشق من سوريا. جيت على ألمانيا، طبعا أنا مصلحتي قصابة ومصلحتي جزارة. طبعا اجيت لهون، أنا عملت براكتيكوم، عملت فايتا بيلدونج، تعلمت، تدربت عند الألمان، عند الأتراك، عند العرب، لحتى كسبت خبرة كبيرة، وعملت مزيج بين الخلطات العربية والخلطات التركية والخلطات الألمانية لحتى طلع معكم. هذا هو القصاب الشامي. طبعا لما نحكي عن اللحمة في أجزاء من الخروف والعجل دائما أنت بفيديوهاتك بتقول هاي هي للشوي، هاي للطبخ. احكينا اليوم عن هاي الأسرار. ابشر عمي أبو صالح، دائما أنت لما تختار لحمة طرية حابب تشوي لازم تختار أطرى قطعة لحم مشان تتحمل معك حرارة خلال عملية الشوي وتبقى طرية. دائما بالمرتبة الأولى الفيليه، سواء خروف أو عجل أو بقر، هي أطرى قطعة لحم. بس بدك تشوي بتاخد فيليه، ما في فيليه بتاخد المتلة اللي هي الظهرة، ما في المتلة أو الظهرة بتاخد فخذ الخروف. هيك أنت بتكون حصلت على لحمة طرية طيبة ولذيذة وبتستوي بسرعة كمان. تشرفنا فيك عمي أبو صالح بمدينة بون، نحن في أوبا ماركت. أهلا وسهلا فيكم ومنحييكم عمي أبو صالح والشباب الطيبة وميت وردة. السلام عليكم.